أيها المدرس، وما ارتكب فيه جريمة منكرة لا يمكن أن نتسامح فيها أبدا. الراية التونسية في تونس تغطى بخرقة من القماش. في تونس رايتنا علمنا لا يرفع. هنا لابد من تحميل المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة في حق تونس، ولا مجال للتسامح مع أي كان. هنا يتطاول على الوطن وعلى الشهداء. العلم هذا، الراية التونسية مخضبة بدماء الشهداء الكثير، شهداء كثير. سيد وزير الداخلية وسيد المدير العام والسيد وزيرة العدل مخضبة بالدماء، والعلم مخضب بالدماء منذ عقود ومنذ قرون للحصول على الاستقلال. يأتي هنا في تونس من يغطي العلم التونسي. هذا لا مجال للتسامح معه. هو الحديث عن اللجنة الأولمبية وعن التعليمات تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى، هذا اعتداء. ولا مجال للتسامح مع أي كان مهما كان. تأخذون دماء الشهداء، ويأتي هناك من في بلادنا من يغطي علمنا بخرقة من القماش. بلادنا وطننا ليس رعب. ومن يعتقد أنه فوق القانون أو يمكن أن تشفع له أمانة في الخارج ليعلم أننا لن نتسامح أبدا، ودماؤنا ليست أزكى من دماء الشهداء، شهداء ديسمبر 2010 وجانفي 2011، والشهداء منذ دخلت قوات الاستعمار تحت ظل ما يسمى بالحماية، ولكنه استعمار وخيانة في ذلك الوقت. ماتوا من أجل العلم التونسي. ثم من ناحية أخرى